ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض السفرة الجميلة دي. مبدئيا كده نتبل الاكل بتاعنا. معانا قطع من صدور الفراخ متقطعة كده مكعبات وسط، هنحط عليها ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا وزنجبيل وكزبرة، وكمان معلقة صغيرة من توابل الشيش طاووق. احنا كده هنعمل شيش طاووق. ننزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبادي. لو مش متاح توابل شيش طاووق على فكرة ما تحطوش، مفيش اي مشكلة، يعني التوابل اللي حطيناها تمام. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من عصير الليمون او نص ليمونة كبيرة يعني، نعصرها كده، ومعلقة زيت. نقلبهم بقى كلهم مع بعض. احنا هنتبل الاكل بتاعنا كله وهنسيبه بقى ساعتين 3 كده، وهنرجع نسوي الاكل بتاعنا. ده شكل الفراخ بعد ما تبلناها. غطيها واسيبها في التلاجة. نيجي نعمل التتبيلة التانية. معايا هنا بصلتين صغيرين بشرتهم وصفيتهم في المصفى، خدت المية بتاعتهم كده. معايا مية البصل، حطيت عليها ملح، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، و7 بهارات. هنزل عليهم بمعلقة كده، معلقة صغيرة من العسل، ده عسل نحل. استخدمي اي نوع عسل، لو مفيش حطي سكر مفيش مشكلة. هحط عليهم معلقة كبيرة من دبس الرمان، وبعدين هحط عليهم معلقة كبيرة من الزيت، بس الزيت كتير مني شوية مفيش مشكلة. هنقلبهم كده، وبعدين هزود بقى مكون حابة تحطيه تمام، مش حابة تحطيه برضو مفيش مشكلة، وهو معلقة من الزبادي. هنزل بمعلقة من الزبادي كده. انا مش دايما بحط زبادي في الكباب، بس يعني حطيتها المرة دي. جربوه وهتعجبكم ان شاء الله. حطيت كده معلقة من الزبادي، قلبتها بالمنظر ده. هنزل بقى باللحمة بتاعتي مقطعاها مكعبات برضو وسط، او قريبة انها تكون صغيرة كمان. هحطها كده في التتبيلة واقلبها، وبعدين هزود معايا معلقة كبيرة من خل التفاح علشان نسيت احطه في الاول، فهحطه في الاخر. يبقى حطينا ايه زيادة؟ خل تفاح معلقة كبيرة كده. خل التفاح في اللحمة بيدي تيست عالي قوي. اديني حطيتها اهو. هقلبهم وهغطيها واسيبها برضو في التلاجة. نيجي بقى للوصفة التالتة، وهي تفل البصل اللي احنا بشرناه من شوية وخدنا ميته. هناخد التفل كده، بصلتين صغيرين، هحط عليها التوابل، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، زنجبيل وبابريكا وكزبرة، وهحط عليهم باكت من بهارات الكفتة. ممكن تحطي معلقة بس انا بصراحة هحط الباكت كله عشان البهارات دي بيبقى طعمها حلو قوي. حطيت الباكت كده وهقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وزودت عليهم كمان معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر علشان الكفتة ما تكشش معاكي. يبقى حطينا معلقة من البيكنج باودر. نقلب بقى كله كده مع بعض علشان البهارات بتاعتنا نغلفها كده مع البصل، هتدي تيست للبصل عالي قوي في الكفتة. جربي التكات دي وهتعجبك. يلا بقى نكمل. هننزل باللحمة بتاعتنا، لحمة مفرومة. هننزل بيها كده، لازم يكون فيها نسبة دهون عالية، يعني حوالي 80% لحمة 20% دهون. ولو في اكتر دهون يبقى مفيش مشكلة، لو وصل لحد 27% برضو تمام. هنقلب بقى كده كل الخليط بتاعنا مع بعض، التوابل بالبصل باللحمة بكله. قلبي كده بقى وعجنيها كويس، وبرضو هنغطيها ونسيبها شوية في التلاجة. هسيب كل الاكل بتاعي كده متبل. انا بصراحة كنت راجعة من الشغل، تبلت الاكل بتاعي، دخلت نمت لي ساعتين 3 وقمت بقى جهزت الاكل. ده شكلها. هنغطيها ونسيبها في التتبيله. نيجي بقى بعد ما صحيت من النوم، جبت الاسياخ بتاعتي دي، اسياخ كده للشوي. هحط فيها الكباب او اللحمه يعني. هحطها كده فيها. لو ما عندكيش استخدمي الاسياخ الخشب العاديه بتاعت الشوي مفيش مشكله، انا هستخدمها برضو في الكفته وفي الشيش طاووق. طب التسوية النهاردة هتبقى ازاي؟ انا بقى مش هشغل شواية خالص، ومش قادرة اطلع ولع شواية ولا اي حاجة، فهعمل كل الاكل بتاعي في صواني وادخله الفرن. تمام. هحط كده الصينية بتاعتي فيها دهنة زيت كده، وهعمل السياخ بتاعتي بالشكل ده، احطها في الصينية. لو عندك شبكة حطيها على الصينية وهتبقى زي الفل، وتحطي الاكل بتاعك على الشبكة. في الاخر كده هغطيها بورقة زبدة عليها ورقة فويل، وادخلها الفرن على طول. تمام. يبقى كده عملنا اول حاجة معانا، وهي الكباب. هدخلها الفرن اول ما تستوي كده وتاخد لون هطلعها، وتمام كده زي الفل. بعد شوية بشيل من عليها الورق ده. طيب. هنيجي بقى نعمل الشيش طاووق بتاعنا او الفراخ يعني.
قطعت بقى بصل وكان عندي طماطم وحبة فلفل كده ألوان، الموجود عندك والمتاح استخدميه مفيش مشكلة. هنعمل كده الأسياخ بتاعتنا. الأسياخ الخشب دي لازم بكون حطاها في مية قبلها بشوية علشان تطرى معاكي كده في الاستخدام وتقدري تسيخي بكل سهولة، وكمان علشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. هحط كده بصل وفراخ وفلفل وفراخ تاني وبصل وهكذا، وفي الاخر بحط طماطمايه. يعني براحتك حطي زي ما انت عايزه تحطي. المهم هنملى الاسياخ بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام جدا كده. برضه احطها في صينيه كده مدهونه دهنه زيت. ده شكل الصينيه، هندخلها الفرن هي كمان. نيجي بقى نسيخ الكفته. انا هنا بوريكم ان انا كان معايا 4 اسياخ خشب بالشكل ده عشان انا هستخدمهم في كل الكفته. جيت بعمل الكفته بتاعتي، مش مقتنعه بيها بصراحه، حاساها فرمتها خشنه شويه، فرحت حطاها في الكبه بتاعتي مره كمان، ورحت بديها ضربه كمان نعمتها شويه. هنيجي بقى نسيخ بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتعملي بقى بالشكل ده، هنلفها كده على الخشب بتاعنا ونقفل فيها كده كويس فوق وتحت كلها. شايفه بقفلها كده من فوق ومن تحت. هاجي بعد ما اصبعهم كده كويس جدا، هاجي بقى بصوابع كده من فوق ومن تحت شكلها. شايفه بعمل كده بايديا كده بصوابع من فوق ومن تحت عشان ناخد الشكل ده. هاجي بقى اطلعها من الاسياخ بتاعتي واحطها في صينيه برضو مدهونه دهنه زيت خفيفه جدا. هكمل كل الكفته بتاعتي بنفس الشكل كده. تعالوا نعمل واحد كمان مع بعض عشان نشوف عملنا ازاي. برضو هاخد جزء كده والف على الاسياخ بتاعتي، هما نفس الاربع اسياخ هستخدمهم في كل الكفتة. تمام. بصبعها كده كويس جدا واقفلها من فوق ومن تحت. تمام. باجي برضو بصوابعي كده وبضغط عليها عشان تدينا الشكل ده. هسحبها كده برضو لفوق واطلعها من الاسياخ بتاعتي واحطها في الصينيه. خلصنا كده ندخلها الفرن بقى. وكده حطينا الثلاث انواع بتوعنا جوه الفرن. هتقولي لي ازاي حطيتيهم كلهم جوه الفرن؟ هقولك كان عندي بوتاجاز قبل كده وباظ، فخدت الشلف بتاعه اللي ارفف يعني وحطيتها في البوتاجاز، فعملت 3 ارفف بدل من 2. نيجي نعمل الاكل اللي بعد كده وهو معانا الحمام. هنعمل ايه في الحمام؟ هنعمل الحشوه الاول. حطيت كده معلقه زيت، حطيت عليها حبه الرز، حوالي ربع معلقه، ربع كوبايه سوري من الرز. عشان هما انا عامله حمامتين او جوز حمام يعني. هقلبهم كده وبعدين هنزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. هقلبهم كده كويس جدا لحد ما يتشوحوا كده مع بعض، والرز بتاعك يكون فيه صوت كده بيعمل صوت خروشه بالشكل ده. ففي الحالة دي هننزل عليهم بالتوابل، ملح فلفل اسود ونص معلقة صغيرة من ال7 بهارات. هقلبهم كده كويس جدا واطفي عليهم وتمام كده. نيجي الشوربة بتاعتنا، هنحط مية كده تغلي، هحط عليها ملح فلفل اسود حصى، ورق لورا وبصلاية صغيرة متقطعة. نرجع للحمام اللي غسلناه كويس جدا وعملنا له محلول النقع ونضفناه حلو قوي. هحط بقى فيه الرز اللي انا لسه مشوحاه على البوتاجاز دلوقتي، هو والكبد والقوانص بالشكل ده. جربي تعملي الخطوة دي كده، تشوحي الرز بتاعك الأول وتحطي عليه الكبد والقوانص بالتوابل، وبأمانة هيطلع معاكي حمام بالرز، محشي رز، ولا في أحلى من كده. فعلا هيطلع حلو قوي، وكمان الرز هيبقى مفلفل معاكي مش معجن خالص. يبقى حشينا الحمامة بتاعتنا من جوه، وبعدين هاجي من فوق كده تحت الجلد وهروح برضو حشيها زي ما انتي شايفة كده. تمام قوي. انا من تحت حطيت الرجول بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس هاجي في الاخر اشيلها تاني علشان هخيطهم. فهشيلها علشان اعرف اخيط الجلد ببعضه يعني. هوريكي دلوقتي كل حاجة. المهم عملنا كده الرز بتاعنا من فوق، ودخلت كده الرقبة بتاعت الحمامة من جوه، وهحوش بقى كل الرز اللي عليها من بره. انا بوريكم ان احنا هنقفل من فوق كده ومن تحت كمان. حطينا الأجنحة بتاعتهم من ورا بالشكل ده، وهشيل الرز من عليها كده. اجيب بقى إبرة وخيط، الإبرة تكون نظيفة كويس جدا، تكوني معقماها على البوتاجاز أو في النار يعني، وعلشان تستخدميها، أو تكوني مخصصة إبرة للأكل بتاعك، ما تكونيش بتستخدميها في أي حاجة تانية. هاجي بقى بالإبرة والخيط كده هخيطها من تحت بالشكل اللي انت شايفاه ده.
كل ده الشوربة بتاعتنا بتغلي على النار، فيها التوابل وفيها البصلاية بتاعتنا، ممكن تحطي طماطمايه كمان، ممكن تحطي جزر زي ما انت عايزة، ممكن تحطي جوز الطيب، حبهان، زي ما بتعملي اي شوربة براحتك يعني. هي بتغلي كده عشان هنخلص الحمام وننزل بيه في الشوربة على طول. هنيجي بعد ما خلصنا خياطة كده هنعمل العقدة بتاعتنا علشان الخيط ما يفكش معاكي وهو في هو على النار يعني، هو في الشوربة او في المية. لازم نعقدها كده، نقص بقى. هاجي بقى من تحت كده الرجلين هقفلهم كده واعمل لها رباط برضو علشان ما تفكش. تمام جدا، لازم برضو نربطها. هقصهم بقى واوعدك الحمام ولا هيفك منك ولا اي حاجة، هيبقى مظبوط حلو جدا. لازم طبعا الرز تكوني سايباله مساحة جوه، ما تكونيش مالية الحمامة على الاخر علشان الرز هيستوي فحجمه هيكبر تاني، فلازم تسيبوله مساحة جوه الحمام. هخيط بقى برضو من فوق واقفلها كده كويس جدا، ولازم برضو اعمل لها رباط كده في الاخر، العقدة يعني. هعمل الحمامة التانية بتاعتي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام تمام جدا كده. هقصها بقى ونيجي بقى على الحلة بتاعتنا، هنشيل كل الرز اللي عليها من بره بالشكل ده. تمام جدا. نيجي الحلة بتاعتنا اللي هي فيها الشوربة، هنزل في بالحمام كده في المية. تمام، هنسيبها بقى تستوي براحتها. نيجي بقى نعمل اخر حاجة معانا وهي السمبوسك. هجيب ورقتين من الجلاش، هقطعهم كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالطول. برضو دي هفردها، انا كنت قسمهم نصين يعني مطبقاها فردتها وهقطعهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. هجيب واحده واحده وهعمله هعمل السمبوسك بتاعتي النهارده تكون محشيه جبن موتزاريلا وشيدر. هحشيها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، واقفلها بقى واحده فوق واحده تحت زي ما انت شايفه كده معايا بقى دلوقتي نص معلقه من الدقيق، عليها معلقتين 3 من الميه، وخلطتهم مع بعض كده عشان اقفل بيها السمبوسك بتاعتي. شايفين شكلها؟ هعمل معاكم كام واحده بس عشان تشوفوا الطريقه في التقفيل. شايفين انا بتنيها كده لفوق وبتنيها تاني لتحت، وبعدين بفتحها كده احط فيها الحشوه بتاعتي ايا كان الحشوه اللي هتحشيها. انا بوريكم انا حاشيه ميكس جبن موتزاريلا وشيدر زي ما قلت لكم، واقفلها كده فوق وتحت، واجي في النهايه بحط الخليط بتاعي اللي هو الدقيق بالميه علشان بس يعني عامله زي العجينه، فلما بتيجي تقفليها كده بتمسك في بعضها بتلزق يعني. تمام، شايفه بتنيها كده. تمام جدا. هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلوة قوي. وهسوي السمبوسك بتاعتي في الاير فراير، ممكن تسويها في الزيت مفيش مشكله زي ما انتي متعوده تعملي اعملي، بس انا بحب الحاجه في الاير فراير بتكون كويسه برضو ودهون اقل. بحطها كده في الاير فراير وبحط عليها رشه من الزيت، ده زيت زيتون سبراي، ممكن تدهنيها بالفرشه مفيش اي مشكله. ادخلها الاير فراير. نيجي بقى نعمل الرز بتاعنا. هحط معلقتين زيت كده عليهم مكعب من الزبده، واقلبهم كده لحد ما الزبده تسيح. كان في حاجه كده سودا بس هشيلها. هنزل بقى بالبصلايه بتاعتي المتقطعه كده صغير، هقلبهم لحد ما البصله تتشوح وتدبل وتبدا تاخد لون كده بسيط. بس انا في الاول كده بحط رشه ملح عليهم، وهقلبها كده تتشوح لحد ما توصل للون اللي انت شايفاه ده. هنزل عليها بالرز بتاعي، طبعا غسلاه كويس جدا مره واتنين وتلاته لحد ما انزل نسبه كبيره من النشا اللي فيه، لحد ما الميه بقت لونها ابيض يعني معايا. هاجي بقى اقلب فيها كده لحد ما الرز بتاعي يتغلف كويس جدا بالزيت اللي احنا حطيناه. علشان يطلع مفلفل معاكي لازم تقلبي الرز كده وتشوحيه، لازم يتغلف بالزيت كويس ويبدأ يبقى معاكي في الحلة بيعمل صوت، بيعمل خروشة كده. تمام،
في المرحلة دي هنزل بالتوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، مكعب مرقة، عود قرفة، ورق لورا، ومعلقة صغيرة من الكركم. هقلبهم كده مع الرز، اشوحهم كده مع الرز واقلبهم. وبعدين هيبقى معايا مية مغلية او مية سخنة يعني. هنزل بقى بالرز على الرز بتاعي بالمية، هغطيه. انا المية بحطها بتبقى مغطية الرز واعلى منه بعقلة صباع. هغطي الحلة بتاعتي واسيبها تغلي كده. اول ما يبدأ يتشرب هوطي النار واسيبه لحد ما يستوي كويس جدا. نيجي للحمام بتاعنا، كان استوى، والاير فراير برضو كمان السمبوسة كانت خدت لون واستوت. فحطيت الحمام في الاير فراير ودهنته كده بالفرشة دهنة زيت. كده الاكل بتاعنا جاهز. شوفوا بقى الحلاوة والجمال والعظمة اللي حصلت. عملنا الحمام، وكمان الكفتة طلعت من الفرن، والكباب. الكباب خد مني لون شوية بس مفيش مشكلة. عملنا شيش طاووق، وده شكل الاكل بتاعنا. وكمان عملنا السمبوسك. بصوا بقى الحلاوة، حاجة كده رائعة. اعملي السفرة دي قدام اي حد ولا اي ضيوف جايلك، واوعدك كده هتبقى قاعدة وراسك مرفوعة. والسلطة البلدي بتاعتنا، وكمان عملت تومية. وده الرز شايفينه من تحت عامل ازاي، حاجة كده رائعة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.